شوف هذاك اللي يشتي على البيرون يعطيك كلشي. إذن مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء، ضبط منطقة عين السبع. المعطيات الأولية اللي توصلت بها قناة الشعب قناة شوف تيفي كتقول بأن الملحقة الإدارية 50 صدر أو خرج منها واحد الدخان اللي استنفر الأجهزة الأمنية ورجال الوقاية المدنية. نتوما كتشوفوا جوج ديال الشاحنات ديال الوقاية المدنية في هذا الأثناء اللي وصلوا للمكان ديال هذا الدخان أو هذا الحريق المنبعث من داخل إحدى الملحقات الإدارية المتواجدة بهذا المكان أو بمنطقة عين السبع. أنا ما كنصور معك دابا. كاين مقاطعة هذه هذه مقاطعة قديمة هذه. قديمة هذه. أو ديك الأرشيفات من الحرب. سير من قبل الخيدة القروية. فين هي؟ من قبل الخيدة الحيالات. وتم هنا غتبات من هنا ولا من هنا؟ جوج من هنا ومن هنا. كما شفتم معنا مشاهدينا الكرام الملحقة الإدارية عين السبع بمدينة الدار البيضاء اندلع فيها واحد الحريق. كتشوفوا في هذا الأثناء التدخل ديال رجال الوقاية المدنية وكذلك أعوان ديال السلطة من أجل السيطرة على هذا الحريق اللي هنا. هذا الملحقة الإدارية بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، تدخل عاجل ديال رجال الوقاية المدنية هنا بمنطقة عين السبع اللي مكن من السيطرة على الحريق. ما بغيتوش تبانو بالعكس عادي. كتشوفوا أعوان السلطة كيقوموا بالتنظيف ديال المحل، الباب ديال المقاطعة اللي اندلع فيها الحريق قبل قليل هنا بمنطقة عين السبع في مدينة الدار البيضاء، من بعد ما تمكنوا رجال الوقاية المدنية من السيطرة على هذا الحريق طرف وجيز. الأسباب ديال هذا الحريق لحد الساعة كتبقى مجهولة، والأكثر من ذلك هو أن هذا الملحقة الإدارية مغلقة مسدودة، فيها غير الأرشيف، ربما شي لفافة ديال السجائر أو شيء من هذا القبيل هو اللي، أو المفرقعات اللي كيلوحوا الأطفال كيستعملوا الأطفال في هذه المناسبة ديال هذا عاشوراء. ربما تكون شيء من هذا القبيل هو اللي دخل لهذا الملحقة الإدارية وضرب بها النار. عموما رجال الوقاية المدنية نتوما كتشوفوا جندوا جوج ديال الشاحنات السهريجية وسيطروا على الحريق في ظرف وجيز. الحمد لله ما كاينش خسائر بشرية، كاين خسائر بالفعل، كاين خسائر مادية. نتوما كتشوفوا الزجاج كيفاش تكسر، الأوراق باش تحرقات، ولكن ما كاينش خسائر بشريه والحمد لله. ملي كنشوفوا سياره الاسعاف كترافق الشاحنات وهي فارغه كتغادر
بدون أن تحمل أي شخص. إذا حريق بالملحقة الإدارية 50 بمنطقة عين السبع الحي المحمدي. أي خويا كي داير؟ بخير الله يحفظك. كيستنفر عناصر الوقاية المدنية كيف كتشوفوا اللي سيطروا على هذا الحريق في ظرف وجيز. الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك اسيدي. إذا نهاية التدخل بالنسبة للعناصر ديال الوقاية المدنية من بعد المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها وسيطروا على هذا الحريق في ظرف وجيز باش ما يشكلش خطر حتى على الساكنة اللي كتقطن في هذه العمارة فوق هذه الملحقة الإدارية. وكيبقى أكيد كيبقى الأسباب كتبقى مجهولة، وأكيد غادي يتم التحقيق من طرف السلطات المختصة أو السلطات الأمنية المختصة من أجل الوصول إلى كل ظروف وأسباب وحيثيات وتفاصيل هذا الحريق اللي ندار هنا بالملحقة الإدارية 50 بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.